السلام عليكم. الاخبار ايفر يوث كالعاده مش بينزل حاجه جديده غير لما تكون اختراع لاول مره في مصر ويمكن كمان في الشرق الاوسط. هتعالجي شعرك بالخلايا الجذعيه من البيت. وبصراحه انا ما بقتش عارف الطب رايح بينا بعد كده على فين. انتي هير لوس فايلز، حاجه كده ثوريه جدا. السر في الفعاليه الرهيبه للمنتج ده هو البيرجيون اب. دي تركيبه يابانيه جديده تعتبر من اقوى التركيبات لعلاج تساقط الشعر. شغلها الاساسي انها تحفز الخلايا الجذعيه في بصيله الشعر. وده بقى بيعمل ايه؟ بيخلي الشعر يرجع ينمو تاني من الجذور بشكل اقوى واكثر كثافه. كمان الماده دي بتعمل ايه؟ بتزود من انتاج الكيراتين في الشعره. الكيراتين ده هو اساس صحه وقوه الشعره. والرائع والبديع بقى في الموضوع ده كله ان هي بتشتغل بدون حقن، بتشتغل موضعي على فروه الراس على طول. يعني مش لازم تروحي بقى عياده وياخدوا منك دم وكل الالم وكل التعقيدات دي. كمان ايفر يوث فايلز فيه نانوكسيديل. وخلي بالكم انا مش بقول مينوكسيديل، انا بقول نانوكسيديل، لان النانوكسيديل ده بديل آمن للمينوكسيديل. دوره تنشيط الدورة الدموية في فروة الراس، توصيل الغذاء للبصيلة فالبصيلة تنمو بشكل أقوى. هو ليه نفس فاعلية المينوكسيديل بس بدون السايد افكت. من الفايلز فيها كافيين بيقلل من تأثير هرمون الدي اتش تي المسبب لتساقط الشعر. فيها كمان بنثينول مرطب لفروة الشعر. لو بتعاني من صلع وراثي، تساقط شعر لأي سبب من الأسباب، حتى لو كان بسبب تكيسات مبيض، ايفر يوث فايلز كون المنقذ ودخليه في روتينك من دلوقتي وشوف الفرق ان شاء الله اللي هينفعك.